بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. الكلام النهاردة عن الشلن القديم وأسعاره، وإيه الغالي فيه وإيه اللي مش غالي فيه. نشوفه الأول مع بعض. أهو ده الشلن القديم مكتوب عليه جمهورية مصر العربية، 5 قروش اهي. والحالة طبعا اللي قدامك حالة زيرو، يعني أنصر. حالة أنصر اهي، يعني زيرو ما اتلمس. أهو ده الظهر بتاعه، 5 قروش جمهورية مصر العربية، والحالة زيرو. طبعا كل الناس معاها من ده، كل الناس معاها من الشيلين ده اللي هو مكتوب عليه جمهورية مصر العربية ده. طيب نيجي بقى في الأسعار وإيه الغالي فيه. هوريك النسخة اللي هي الغالية اللي بتنباع ب10,000 وتوصل ل12 و13,000. هوريك النسخة دي اللي هي بتنباع ب12,000 وب13,000. النسخة اللي قدامك دي ده سعره 10 جنيه. ده سعره 10 جنيه. ليه؟ ليه سعره 10 جنيه؟ عشان موجود مع كل الناس، كل الناس معاها منه، كل الناس معاها من الشيلين ده اللي هو مكتوب عليه جمهورية مصر العربية ده. الغالي اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية، الدولة المصرية ده اللي سعره غالي وبيوصل ل 12 و 13 ألف على حسب حالته، على حسب الحالة بتاعته، لأنه هو نادر ومش موجود. وهوريك صورته دلوقتي. اللي أنا هوريك صورته ده اللي بينباع ب 12,000 وب 13,000 على حسب الحالة، وكل الناس بتدور عليه لأنه هو مش موجود إلا عدد قليل جدا منه. أما النسخة اللي قدامك دي سعرها 10 جنيه. أي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية سعرها 10 جنيه، سعرها 10 جنيه. خليك معايا عشان أوريك الصورة بتاعت أغلى شيلين. بص يا باشا، أهو يا باشا، شايف الشيلين مكتوب عليه إيه؟ مكتوب عليه الدولة المصرية اهي، الدولة المصرية أهو، الدولة المصرية اهو. وهنا العلامة المائية بتاعته، هنا العلامة المائية، هنا صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق ووزير المالية عبد الجليل العمري، ومكتوب عليه الدولة المصرية. ركز في كلمة الدولة المصرية دي. لو لقيت اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية ده، هو ده اللي بينباع ب 12 و 13 ألف على حسب حالته، على حسب الحال. شرط ان هو يكون مكتوب عليه الدولة المصرية ده اهو. ده حالة الشيلين اهو. وده على فكرة اللي في الصورة قدامك ده منباع ب 12,000. ده اللي في الصورة ده متباع ب 12,000. وهوريك ممكن اوريك المزاد بتاعه اللي هو وصل ل 12,000 جنيه. ليه؟ لأنه هو حالته تعبانة وزي ما انت شايف قديم، فوصل سعره ل 12,000 اهو. لو حالة جديدة يعدي بقى ال 12,000 اهو. مكتوب عليه الدولة المصرية، وهنا العلامة المائية بتاعت صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق. أما ده بقى اللي قدامك ده سعره 10 جنيه. ده سعره 10 جنيه، مكتوب عليه جمهورية مصر العربية، سعره 10 جنيه. الغالي اللي انت شفته في الصورة هو ده، الغالي اللي هو ب 12,000 اللي انت شفته في الصورة مكتوب عليه الدولة المصرية. أما جمهورية مصر العربية كل ده سعره 10 جنيه، كل ده سعره 10 جنيه. ما تنسناش في اللايك والاشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.